عامر سليمان شاب من أبناء سينا، ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، لكن بيعرف يخون بلده كويس قوي. تعالوا نشوف ايه قصته. الحكاية بدأت من 77 لما جيش الصهاينة كان محتل العريش في الوقت ده. قبضوا على حرامي سرق منهم شوية حاجات وقعدوه في السجن كام شهر. بعدها صاحبنا ده خرج، لكن السرقة لسه ما خرجتش من دمه. اصل دي حاجة كده عاملة زي مدمن المخدرات، ما بيتخلصش منها بسهولة. فرجع يسرق مستوطنات اليهود، بس المرة دي سرق تلاجة، وقبضوا عليه تاني وحطوه في سجن في بئر سبع. وقتها كان في ضابط مخابرات اسرائيلي اسمه ابو شريف، وكان هو رئيس مكتب الموساد في بئر سبع. الضابط الاسرائيلي ده لما قعد يتكلم مع عامر عرف حكايته بالتفصيل، وقال لي واحد زي ده ما نستخدموش طعم لصالحنا، فجابه. وبصراحه اللي زي ده يبقى صيده سهله في انك تجنده في اي حاجه ضد بلده. ده حتى الضابط الاسرائيلي ما كترش معاه في الكلام وجابها له من الاخر، وقال له بص انا عندي ليك عرض ممتاز، اعتقد انك مش هترفضه. انت راجل حرامي ومسكناك وانت ماسك تلاجة، واقدر برضه اخليك تروح من غير ما حد يهوب ناحيتك. عامر سمع الكلمتين ومن غير ما يفكر قال له اللي انت عايزه كله هعمله لك، حتى لو كان طلبك صعب. الضابط الاسرائيلي قال له كل اللي طالبه منك انك تتواصل معايا عشان هحتاج منك مساعده، ولو كانت المساعده دي حقيقيه هروق عليك ترويقه تغير لك حياتك. عامر قال له موافق ومن غير نقاش. اخدوا الضابط الاسرائيلي في المكتب في بئر سبع عشان يبتدوا التدريب. وطبعا زي ما قلت لكم انه لا بيعرف يقرا ولا يكتب، يعني لا هيعرف يفك جهاز شفره ولا يستخدم جهاز ارسال. فكان كل المطلوب منه يشوف صور الدبابات ويحفظ شكلها. وفضل صاحبنا يتمشى في الجبال بتاعت سينا والوديان لحد ما رجع للعريش وهو حافظ كل الأسلحة التقيلة. ولأنه كان جاهل بخطورة الأمر على الأمن العام، فالطمع خلاه عايز يجمع أكبر قدر من الصور وينقلها لإسرائيل، خصوصا إنه كل ما يجمع معلومات أكتر كل ما المكافأة بتكبر. وفي مرة من المرات إسرائيل فاجئته بمكافأة كبيرة قوي، لقى شحنة من المخدرات جاياله لحد عنده. وصاحبنا راجل مدمن قديم طبعا جات له على الطبطاب، ياخد اللي هو عايزه والباقي تاجر فيه. كان هدف الموساد من الحركة دي إنهم يضربوا عصفورين بحجر، أول حاجة التجسس على جيش مصر، تاني حاجة ضياع شباب مصر بالمخدرات. بس لعلمكم الراجل ده دماغه ما كانتش محتاجه مخدرات، هو اصلا كان سكران لوحده. انتوا متخيلين انه لما يبقى عايز يروح مكتب الموساد يوقف اي ميكروباص ويقول له مكتب الموساد، والناس عشان عارفينه على قد حاله ما كانوش بيشكوا في امره. الغريب والمضحك بقى ان الضابط الاسرائيلي ده هو الوحيد اللي كان شايف عامر ده ذكي جدا. قال له كون لي شبكه تجسس وانت هتبقى القائد بتاعها. وبدا عم عامر يعمر دماغه وفعلا كون شبكه تجسس، وبدا باول 2 سواقين يحطهم تحت جناحه، واختارهم سواقين علشان يقدروا يتحركوا براحتهم من غير ما حد يشك فيه، وكمان شاركوه في تجاره المخدرات. واحد من الاثنين دول كان ليه اخت مطلقه وعايشه في الاراضي المحتله. عامر بقى استغل الموضوع ده وفرش له الارض، ووعده انه هيرجع له اخته اللي هيموت ويرجعها، خصوصا ان عامر معاه واسطه اللي هو ابو شريف ضابط الموساد، وبكده قدر يجند الشخص ده معاه في الشبكه بتاعته. في سنه 83 اتقبض على عامر بتهمه انه بيقوم بانشطه جاسوسيه، لكن الادله ما كانتش كافيه وخد حكم ضعيف 1.5 سنة وخرج. الغريبه انه رجع تاني لشبكه الجاسوسيه، لكن عامر مصمم برضه انه يرجع لفكره تكوين شبكه جاسوسيه، بس المره دي عمل حاجه غريبه، اختار برضه 2 سواقين. هو مصمم، بس واحد بقى من ال2 السواقين دول طلع وطني وبلغ عنه واتقبض عليه سنه 92. وبكده انتهت حكايتنا، وطالما بنتكلم عن مصر تبقى حكايتنا ما بتنتهيش.